وئيم كليب. شو وينك يا وئيم؟ اليوم حأعطي عنك التفاصيل من الآخر خيي. روح حأكشف ماضيك بثواني، وحخلي المتابعين والمشاهدين يعرفوا من هو وئيم كليب على حقيقته. عرفت سنود؟ يا سنود يا سنود، وراك قلت لك وراك. احكي لهم للجمهور بس تطلع على التلفزيون وقل لهم كيف تعرفت على غازي كنعان لما كنت تشتغل بالعراق بالنفط يا ابو نفط. الله لا يحرقوا نفطك نفط. انا رح خبرهم عنك لانه ما عندكش جرأة. فيكش تقول لهم انه انا مقرين وضبطتني مرتي عند غازي هنا الكلب وئيم وهاب كان يشتغل بالعراق، صح، كان يشتغل بالنفط. ففي يوم من الايام السوريين وقفوه في لبنان ومنعوه وحاصروه، فقدم كتاب تيفوت لعند اللواء غازي كنعان عن طريقة ناس، فظبطوه الناس وفات لعنده. فطرح الفكرة، قال له وئيم وهاب اش تشتغل انت؟ قال له انا عفوا، قال له اللواء غازي كنعان اش تشتغل انت؟ قال له انا بجيب نفط وبعرف شو المهم وعندي اشغال. قال له بلبنان اش في عندك؟ غازي كنعان بيعرف. قال له عندي نايت كلوب بجوني بغزير. قال له شو هن المواد تبعه؟ ما هو مقرن عرفه دغري. قال له انا بجيب روسيات وبجيب اوكران، بجيب رومانيات. ما هو كان هو خيو رامز بحبوا كثير الرومانيات، وخيو رامز كان مسلم النايت كلوب. رامز وهاب، رامز كليب. شفت يا قرقور اني عم بكشفك؟ فقام غازي كنعان قال له حبيبي عكلين رجعني بعد فترة. راجعوا، ما بدناش نطول عليكم. قال له غازي كنعان 50-50، بتجيب بضاعة 50-50. اشتغل هو وياه شوي شوي، صار يعزمه لغازي كنعان. في يوم من الايام اخذ معه رومانيتين، رومانية وروسية من اللي بدكم اياهم. قال له غازي كنعان انا يا حبيبي ما بشتغلش بالمستعمل، بده نظيف. فدعاه وهاب لعنده على البيت زيارة. المهم التقوا بزيارة بالبيت برا. زبط وئام وهاب هالمدام، لبست على اخر طرز حديدي بويا. كانت يعني قبل من 20 سنة، 18 سنة، 20 سنة. فصارت العلاقات، وكانت لابسة هي تقريبا فوق الركبة بشبرين ونص يعني. وغازي كنعان بو يعرب، خلع له لتر ويسكي. أخذت العلاقات الحميمة. بعد فترة اتصلت فيه اتصال، قالت له بو يعرب أنا عندي إلي عندك طلب. قال لها أنت ما بتطلبيش، قرد أنت بتموني على الدماء، بتأمري أمر. هذا اللواء غازي يا عمي، كان عمي مشان ما نبزو. فهون يا مسنود اجتمعوا بعد فترة، والاتصالات كانت بينه وبين مرته لوئام كليب هالمقرن. فصارت الصداقة الحميمة مع أم بشار. أم بشار أم هيدي والله ما أتذكر. المهم يا سنود ضبط الفيلم بينه وبينها. قالت له إلي عندك طلب. قال لها أنت بتأمري. فقالت له بدي حط وئام وزير بالحكومة الجديدة. قال له ولو عبد الله والمفتاح بإيده. شال التليفون وتواصل مع الرئيس الحريري الله يرحم ترابه. فالرئيس الحريري بيعرف الوضع. قال له شو بدي احط له وزاره يعني، هيدا زلمه ما بنعرفوش ومش معروف هو مين هو. قال له خيي زبط لي حي الله وزاره له، اعطيه وزاره الوسخ البيئه. ما هو لانه وسخ حطه بالبيئه، شوف لوين. حطه وزير بيئه. فطبعا اخذ حقه اللواء غازي من ام هيدي، ما بعرف ام بشار ام حمار. وظلت العلاقه الحميمه. ويلي على الحميمه لما شافت الحمامة
قالت ويلاه ويلي، هيدي اللي حلمت فيه بمنامي. شفتوا يا حبيب قلبي؟ ما بدناش نرد ولا على التليفون، خلونا مع وئام كليب. وهذه قصة وئام كليب. فيا وئام كليب، وراك وراك حتى نهاية عمرك، إذا بقي لك عمر، إذا ما خليتك تنتحر. مشاهديني، اعملوا متابعات وراح تشوفوا كل جديد وكل خبر عن هذا الوسخ ابن الوسخ المقرن اللي عمل لي حاله زعيم وزارة وصرمية. صرمية تلقت في نص وجهك يا ابو صرمية، خد.